من رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج ما قال. وروى الطبراني بإسناد جيد عن أبي الدرداء: من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. تخيل الخصيم لك والقاضي لك، إن قلت في أحد من الناس شيء، لئن فررت من محاكم الدنيا، لئن لم يشتكي عليك فلان، لئن لم يعلم هو عنك، لئن قلت فيه، لئن لوثت سمعته، لئن آذيته في سيرته، فخصمك الله.